الفترة دي ناس كتير جدا عايزة ان هي تهرب من البلاد اللي هم عايشين فيها ويسافروا لأوروبا، حيث الاقتصاد إلى حد ما كويس، إلى حد ما مستقر، حتى لو كان فيه زيادة في الأسعار. اللي عايز يسافر لأمريكا بيبقى محتاج ان هو يتعلم إنجليزي، واللي عايز يسافر ألمانيا بيبقى محتاج ان هو يتعلم ألماني. ألمانيا المنافسة عليها مش قوية قوي زي أمريكا وكندا، فالناس بتحاول ان هي تتعلم الألماني وتيجي هنا عشان يقدروا ان هم يوصلوا بسهولة. بس المشكلة ان موضوع تعلم الألماني مش سهل، خاصة لو في حد ما عندوش أي خبرة عن الألماني قبل كده. ازاي تتعلم الماني بالسهوله وتوفر وقت ومجهود وكمان فلوس عشان لما تيجي المانيا تقدر ان انت تتعامل بسهوله وتشتغل وتكسب فلوس من جوه المانيا. ازاي تتعلم الماني بسهوله؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده. بسم الله. اول حاجه، نزل تطبيق اللي اسمه بوسو. انا ما اعرفش هي بتتنطق بوسو ولا لا، هي BUSUU. التطبيق مدفوع، التطبيق مدفوع، في منه نسخه مجانيه بس مش كامله، يعني ما فيهاش كل حاجه انت هتحتاجها. انت هتحتاج النسخه المدفوعه، وده مش اعلان للتطبيق، انا استخدمت التطبيق وعجبني عشان كده بقول لك استخدمه. التطبيق بياخد لك اللغه من اول الف ب لحد ما توصل لمرحله الاحتراف عن طريق دروس متقسمه، تقسيمات هي دي نفس التقسيمات اللي انت لو كنت بتاخد كورس هتاخدها. التقسيمات دي عامله ايه؟ رقم واحد، يعلمك الكلمات الاساسيه، يوريك الصوره، يوريك الكلمه، تسمع النطق بتاعها، يخليك تنطق، يخليك تكتب. بعد كده يشرح لك حته جرامر بسيطه ويديك شويه اسئله عليها تجربها، وبعد كده يقول لك اكتب حاجه والحاجه دي هيصححها واحد الماني، او انطق حاجه والحاجه دي النطق بتاعك هيصلحه لك واحد الماني. نظام متكامل داخل التطبيق يوصلك عن طريق تعلم حاجات بسيطه كل يوم انك تحترف اللغه في وقت قصير جدا. يبقى دي اول حاجه هتعملها. التطبيق هتستخدمه كل يوم، مش هتستخدمه يوم 5 ساعات وتاني يوم لا كل يوم. يعني حتى لو بتستخدمه ربع ساعه ولا نص ساعه كل يوم، كل ما تزود الوقت كل ما هتتمكن من الالماني اكتر. يبقى اول حاجه استخدام التطبيق. تاني حاجه، نزل حاجات بالالماني عندك على التليفون تسمعها حتى لو انت مش فاهمها طول الوقت بقى، وانت ماشي في الشارع وانت في المواصلات وانت في مشوار، في حاجه الماني شغاله في ودانك، انت سامع حد عمال يقول لك دش بش بش بش، مش مشكله، انت سامع حاجه مش فاهمها بس انت سامع. مع الوقت الطلاسم اللي انت بتسمعها دي يقول لك ايش بش بش، هتسمعها ايش بن مش عارف ايه، فتفهم انه ده بيقول انا كذا كذا. مع الوقت هتفك الطلاسم. اسمع وانت مش فاهم مفيش مشكله، طالما ان انت ماشي على التطبيق بتاع بوسو زي ما احنا اتكلمنا في اول نقطه. يبقى تاني نقطه، هتحط حاجات عندك على التليفون تسمعها طول الوقت. تالت نقطه، حاول ان انت تتكلم حتى لو الكلام بتاعك غلط. وهديك مثل، كنت بدرس انجليزي في فتره من الفترات، وكان عندي طالبه من اللي موجودين كانت هي كبيره في السن شويه، الانجليزي بتاعها كان بشع جدا بس كانت بتتكلم بثقه، تقعد تقول كلام غلط كتير جدا بس بتقوله بثقه. من كتر ما هي كانت بتقعد تتكلم كتير وبتحاول، مرة مع التصحيحات قدرت ان هي تتكلم انجليزي كويس جدا، مقارنة باقرنائها او الناس اللي معاها في الكورس اللي هم الانجليزي بتاعهم ضعيف جدا، وهم ما حاولوش ما اتكلموش ففضل ضعيف زي ما هو. اتكلم، شوف لو بتتكلم البرامج اللي هي بتتكلم مع حد الماني في التليفون انت تعلمه عربي وهو يعلمك الماني، او تتكلم مع اي حد من اصحابك اللي دارس الماني، اتكلم كتير واتكلم بثقه حتى لو انت بتتكلم غلط. مش مطالب ان الجرامر بتاعك يكون جرامر احترافي وعالمي وقوي وحلو، لا، انت بتتكلم وانت عارف ان الجرامر بتاعك كلابي، وانت بتعوم عارف العوم الكلابي ده اللي هو الواحد بيحاول على قد ما يقدر، عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. توكل على الله وابدا واتكلم. كل ما تتكلم اكتر كل ما هتلاقي ان السمع بدأ يظبط والكلام بدأ يظبط. محتاج انك انت تحط لنفسك اهداف واضحة، بمعنى انا هتعلم في خلال الاسبوع ده 20 كلمة، بعد ما تخلصهم الاسبوع الجاي هتعلم 40 كلمة. ليه بقول لك اهداف واضحة؟ لان من اكثر المشاكل اللي بتواجه الناس اللي بيتعلموا لغات ان هو يحس ان هو مفيش اي تقدم فيحبط فيبطل تعلم اللغة. بس لو انت في اهداف واضحة وانت عارف ان انت بتذاكر 15 كلمة 20 كلمة 30 كلمة، وشكيت في نفسك في فترة من الفترات، هترجع تبص على الحاجه اللي انت كاتبها فهتلاقي ان انت عديت الهدف ده والهدف ده والهدف ده والهدف ده، يبقى انا بتعلم، يبقى الدنيا ماشيه خلاص، انا هكمل تعلم. فاكتب اهداف واضحه وامشي عليها. النقطه اللي بعديها، اتعلم الكلمات اللي ليها علاقه بالحاجه اللي انت هتستخدمها. يا فرحتي لما تقعد تتعلم الكواكب والنجوم والمجرات وانت مثلا دكتور ومش عارف يعني ايه الجسم بتاع الانسان او الاعضاء، القلب، الطحال والى اخره. شوف الحاجات اللي ليها علاقه بمجال شغلك، الكلمات اللي ليها علاقه بمجال شغلك، والكلمات اللي هي بتستخدم في الحياه الطبيعيه، بتطلب حاجه من السوبر ماركت، من مثلا الجزار، من اي حته. شوف الحاجات العاديه والحاجات دي اتعلمها الاول. الحاجات دي الكلمات الاكثر استخداما هتمشيك في اللغه كويس جدا.
جدا. بعد ما تحترف الكلمات دي وتبقى انت عارف تتكلم وعارف تسمع وفاهم الجرامر، ابدا زود بقى يا سيدي المجره والكواكب والنجوم والى اخره، بس ابدا بالكلمات الاكثر استخداما عشان تقدر تبدا تتكلم في اللغه، ما تبقاش مزنوق في كلمات انت ما بتستخدمهاش اصلا في الطبيعي. اخر حاجه، اعرف ان موضوع تعلم اللغه مش ما بين يوم وليله، وان الموضوع هيحتاج منك وقت ومجهود عشان توصل. لو انت مش مستعد ان انت تدي الوقت والمجهود، يبقى سيبك من الالماني وفكر في اي بلد تانية. لكن لو انت فعلا موضوع انك تسافر لالمانيا ده ضروره وانت فعلا محتاج انك تسافر، هقول لك ابذل مجهود، عشان هتتعب دلوقتي شويه بس هتستريح قدام لما ان شاء الله تيجي ووضعك المادي والاسري وكل حاجه تستقر. لو محتاج اي مساعده في موضوع تعلم الالماني او اي حاجه ليها علاقه بالمانيا، انت عارف تبعت لي فين، وكالعاده ادعي لي.